السلام عليكم ورحمة الله طلابنا الأحباء. هنتناول في الفيديو ده حل التقييمات الأسبوعية للأسبوع رقم 3 وكمان الأسبوع رقم 4. الكلام ده خاص بالصف الأول الثانوي. هنا بنقول يقول هاشم ابن عبد مناف. هنبدأ بالأسبوع رقم 3. فبيقول أيها الناس، الحلم شرف والصبر ظفر والمعروف كنز والجود سؤدد والجهل سفة والأيام دول والدهر غير والمرء منسوب إلى فعله ومأخوذ بعمله، فاصطنعوا المعروف تكسبوا الحمد ودعوا الفضل تجانبكم السفهاء وأكرموا الجليس يعمر ناديكم. ولحدد من الخطبة السابقة العبارة التي تتفق مع قول الشاعر: فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نصر. يعني هنا الجملة دي تدل على ايه؟ تدل على تقلبات الزمن، ان احنا مش دايما منتصرين ومش دايما مهزومين. طيب ايه هنا اللي بيدل؟ هنا بيقولك يوم علينا يعني يوم نهزم، ويوم لنا يوم بتاعنا بنفرح فيه، يوم النساء يعني ننتصر، ويوم نساء عفوا نهزم، نصر يعني ننتصر. طب ايه اللي بيدل على ذلك؟ الأيام دول، يعني الأيام تتبدل على الإنسان، فأيام يعيشها بفرح وأيام بحزن وشقاء، والدهر غير. يبقى الجملة دي أو الجملتين دول يدلوا على تقلبات الزمن، والبيت ده يدل على تقلبات الزمن. بعد كده بيقول اجعل التشبيه البليغ في قول هاشم ابن عبد مناف. بيقول المعروف كنز. طبعا المعروف كنز، المعروف ده مشبه، وعندي كنز ده مشبه به. يبقى انا عندي مشبه ومشبه به فقط، اذا ده تشبيه بليغ. وعايزه بقى يكون تشبيه ايه؟ عايزه يكون تشبيه مفصل، يعني عايزنا احط اداة تشبيه وكمان وجه شبه. ممكن اقول المعروف كالكنز، المعروف كالكنز في القيمة، المعروف كالكنز في القيمة. يبقى أنا عندي المعروف ده كده هو المشبه، والكنز مشبه به، وعندي القيمة وجه الشبه، والكاف أداة تشبيه. يبقى كده عندي 4 أركان من أركان التشبيه. إذا التشبيه ده كده مفصل زي ما هو عايز. بعد كده رقم 3 قال لك ميز مما يلي المقولة التي تمثل فن المثل في الأدب الجاهلي. طبعا من سلك الجلد أمن العثار، بمعنى ان اللي يمشي في الطريق المستقيم عمره ما يتعثر ابدا. بمعنى انك امشي كويس، اعمل اعمال صالحة، لا تفعل مصائب، فبالتالي يكون طريقك سالك وعمرك ما تتعثر او تسقط ابدا. رضا الناس غاية لا تدرك، دي حكمة يا جماعة، ودي برضو حكمة. خير العفو ما كان عند المقدرة حكمة، لان انت لو عفوت عن الانسان وانت ضعيف مش قادر تاخد حقك فده مش عفو، لانك عفوت عشان مش قادر، مش عشان انت عايز تعفو. انما عاد بخفي حنين ده مثل طبعا. المثل ده له مورد وله مضرب. المورد يعني الحكاية الأصلية بتاعته. الحكاية الأصلية بتاعته ايه؟ كان في شخص اسمه حنين. حنين ده كان يبيع الأحذية. ففي شخص جاء إلى مكان حنين يشتري حذاء معين، كان حذاء جميل جدا، وقعد يفاصل مع حنين لحد ما أتعب حنين جدا 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 من شدة الفصال. وبعدين ساب حنين ومشى وما اشتراش منه. فحنين ده عزم على الانتقام من هذا الشخص. فالشخص ده خلاص كده كان خلص حاجته واشترى حاجته وحملها على الناقة بتاعته وهيروح بيته. فحنين وضع قدامه كده في الطريق بتاعه فردة واحدة بس من الحذاء الجميل اللي كان عاجبه، بعد كده بمسافة كده شوية حط الفردة التانية. فالراجل راكب الناقة كده، الراجل اهو مثلا رسمة جميلة، راكب الناقة وماشي ماشي ماشي، لقى الفردة بتاعت مين؟ حنين. بس قال دي فردة واحدة مش هيعمل بيها حاجة، فمشى. بعد شوية لقى الفردة التانية، فقال انزل بقى اخد الفردة دي وارجع اجيب الفردة التانية. فقام عمنا بقى مين؟ عمنا بقى حنين كان مستخبيله هنا، طلع خد الجمل كله بما حمل. والراجل روح لأهله خالي اليدين، خالي اليدين. فقالوا له جبت لنا ايه؟ قال رجع بخفي حنين، يعني رجعت لكم بجزمة حنين.
فبالتالي ده المورد اللي هو الحكاية الأصلية. أما المضرب اللي هو الموقف المشابه للحكاية الأصلية. طب إيه المضرب؟ متى يقال هذا المثل؟ عند مثلا لما إنسان يرجع خايب خايب الرجاء وخايب الأمل إن هو ما عملش حاجة وما جابش حاجة، ساعتها نقول له رجع بخفي حنين. بعد كده بنقول إن أعداءنا المتربصين بنا ليسوا مدركين وطنيتنا. وقال لك حدد اسم وخبر الفعل الناسخ. طب أنا عندي الفعل الناسخ هنا هو ليس. أي ضمير متصل بكان وأخواتها يبقى هو اسمها. يبقى عندي الواو هنا اسم ليس، وعندي كلمة مدركين هي الخبر طبعا. تمام. وطبعا عندي مدركين هي الخبر، ونوع الخبر هنا مفرد. بعد كده بيقول لك اكتب برقية، اكتب برقية تمام إلى شعب مصر وجيشه بمناسبة الاحتفال بنصر أكتوبر العظيم، مراعيا سلامة وضوابط كتابة البرقية. طبعا في البرقية انت لازم تهتم بشكل البرقية. طب البرقية تكتب ازاي؟ بتكتب هنا اسم المرسل إليه، وهنا عنوانه، وهنا اسم المرسل وعنوانه، وبعدين تكتب نص البرقية هنا كده. بس نص البرقية ما بيبقاش كبير، يعني ما تكتبش كلام كتير. تقول مثلا ايه؟ نهنئكم بنصر أكتوبر العظيم، يعني ونتوجه بالشكر إلى جنودنا البواسل الذين قدموا أرواحهم فداء لهذا الوطن. بس كده انت كده عملت البرقية. بعد كده تقييمات برضو الأسبوع الثالث، ولكن احنا لسه في الأسبوع الثالث. التقييم رقم 2. قال أكثم. بيقول ايه أكثم؟ أكثم ده خلي بالك ده من أشهر خطباء، وانت مذاكر الكلام ده المفروض من أشهر خطباء العصر الجاهلي. فبيقول لن يهلك امرؤ عرف قدره، والعدم عدم العقل. العدم ان ما يبقاش عندك علم، لا عدم المال. ومن عتب على الدهر طالت معتبته. اللي يقعد يعيب في الزمن هيفضل يعيب في الزمن طول عمره، مش هيتقدم أبدا. ومن يرضى بالقسم يعني بالمقسوم له طابت معيشته، وآفة الرأي الهوى، والحاجة مع المحبة خير من البغض مع الغنى. وقال لك هات من خطبة أكثم ما يدل على فقدان الحكمة. طيب فقدان الحكمة أشد من الفقر. إيه اللي بيدل على فقدان الحكمة أشد من الفقر؟ طبعا الجملة دي إن هو بيقول لك العدم يعني الفقر. تمام. فقر العقول. العدم عدم العقل. تمام. لا عدم المال. تمام. بعد كده بيقول قال الشاعر أنا كالماء إن رضيت صفاء، وإذا ما سخطت كنت لهيبا. ربنا يكفينا شرك. ماشي. استبدل كأن بأداة التشبيه الكاف. ممكن أقول إيه؟ كأنني تمام الماء صفاء. فيبقى عندي كأن دي أداة التشبيه، والياء هنا هي المشبه، لأن عادي جدا إن المشبه يبقى ضمير. وعندي الماء مشبه به، وصفاء هي وجه الشبه. بس كده عملنا اللي هو عايزه. ثم بين نوع التشبيه. كده عندي 4 أركان، اللي هو المشبه الياء، والمشبه به الماء، وكأن أداة التشبيه، وصفاء وجه الشبه. يبقى التشبيه تشبيه مفصل. بعد كده بيقول لك ميز في ضوء البيت السابق نوع كان في الشطر الثاني وأعرب ما بعده. طب ركز معايا كده. بنقول لك كنت لهيبا. أداة التاء هنا المفروض إنها اسم كان، وعندي لهيبا ده الخبر. طالما عندك خبر لكان يبقى على طول كان ناقصة. ليه حكمنا إن كان ناقصة؟ لأن في خبر موجود. طيب اعرب لي بقى التاء المتصلة بيها. هتقول ضمير مبني في محل رفع اسم كان، لأن كان ناقصة. طب اعرب لي هنا كلمة لهيبا. طبعا لما تيجي تعرب كلمة لهيبا هي خبر كان، فهتقول خبر كان طبعا منصوب. طبعا التاء هنا ضمير مبني في محل رفع اسم كان، رفع اسم كان لأن اسم كان مرفوع. خبر كان منصوب طبعا بالفتح. بعد كده بنقول أوفى من السموأل. حدد نوع الفن واذكر سمة من سماته. طبعا ده مثل لأن السموأل كان يضرب به المثل في الوفاء. طيب بيقول لك حدد بقى سماته. من سمات المثل أو الأمثال أنت حافظها المفروض: الإيجاز، قصر الجمل والفقرات. قصر جمل تمام. الإيجاز، قصر الجمل والفقرات دي من سمات الوصية والخطبة.
ممكن هنا نقول جمال الصياغة، تمام، سلامة الفكرة، وضوح المعنى، وهكذا. بيقول لك هنا اكتب دعوة على صفحتك الإلكترونية لزملائك لحضور احتفال، طبعا دعوة، فهتكتب هنا طبعا برضو اسم المرسل وعنوانه، واسم المرسل إليه هنا وعنوانه، وهنا اسم المرسل وعنوانه، وبعدين تكتب نص الدعوة: ندعوكم لحضور حفل بمناسبة نصر أكتوبر العظيم، وذلك يوم كذا في تمام الساعة كذا. بس انت كده كتبت الدعوة. بعد كده في التقييم الثالث بتاع الأسبوع الثالث بنقول، يقول زهير بيقول إيه: يا بني قد كبرت سني وبلغت حرسا من دهري فأحكمتني التجارب وعلمتني. يعني بيقول أنا عشت عمر طويل وخدت منه حكمة وخبرة وعلم، والأمور تجربة واختبار، فاحفظوا عني ما أقول وعوه تفلحوا. إياكم، الكلمة دي بمعنى الضعف، الخور بمعنى الضعف، عند المصائب، والتواكل عند النوائب. يعني بيقول لهم ما تبقوش ضعاف عند المصائب والشدائد، وشماتة العدو، وسوء الظن بالرب. قال لك هنا ايه؟ قال لك معنى الكلمة دي قلنا الضعف يعني ما تبقاش ضعيف عند المصيبة، تمام، مش اي حاجة كده تخاف منها وتهزك والكلام ده. قال لك ميز نوع الفن النثري السابق واذكر. طبعا هو بيقول لك يا بنية يا بنية، فده جمهور خاص، وجمهور خاص ده طبعا يعني وصية على طول، يبقى ده فن الوصايا. طيب قال لك عايز سمة من سمته، طبعا من سمته قصر الجمل والفقرات، التنوع بين الأسلوب الخبري والإنشائي، الاعتماد على المحسنات، سلامة الفكرة، وضوح المعنى، وهكذا. الدليل هتجيب له جملة من النص، ممكن نقول مثلا قد كبرت سني وبلغت حرسا من دهري، تمام، بس كده، فأحكمتني التجارب وعلمتني، بس كده، أي جملتين يعني. بعد كده بيقول لك قال الشاعر: فؤادي جنة حفلت رباها بمختلف المشاهد والرسوم. وقال لك حدد التشبيه وبين نوعه سر جماله. بص يا سيدي، بيقول لك فؤادي فده مشبه، شبه فؤاده بالجنة فده مشبه به. يبقى أنا عندي فقط مشبه ومشبه به. طالما عندك مشبه ومشبه به فقط، يلا استنتج، يبقى التشبيه تشبيه بليغ، لأن عندي مشبه ومشبه به فقط. بعد كده بيقول إذا أخلص الإنسان في عمله كان ناجحا. قال لك اجعل كان تامة في الجملة السابقة، ثم أعد كتابة الجملة صحيحة. حاضر. إذا أخلص، هنقول إذا أخلص الإنسان في عمله، ركز بقى، كان النجاح. خلي بالك انا كده عملت ايه؟ انا كده خليت كان اللي موجودة دي، تمام، تامة. ليه؟ لان ما عادش فيه خبر، وطالما ما فيش خبر يبقى كان تامة على طول. وكمان كان هنا بمعنى تحقق، واحنا متفقين ان كان لو بمعنى وجد او تحقق تكون تامة، واللي بعدها ده يبقى اعرابه فاعل. بعد كده بيقول لك اكتب تعليقا بمناسبة، او تعليقا يعني بمناسبة الصورة دي، يكون مناسب ليها، يكون مناسب للصورة دي، يعني تعليق مناسب. ماشي، حاضر. طبعا هتقول هنا نفتخر بأبطالنا العظماء جنودنا البواسل الذين قدموا أرواحهم لتطهير أرض مصر من دنس الأعداء. بس كده، أي جملة تعبر عن حرب أكتوبر العظيم. يلا بينا كده، دخلنا في الأسبوع رقم 4. برضو عندنا 3 تقييمات في الأسبوع الرابع. فهنا بنقول ورد عن دكتور أميرة بنت علي الصاعدي، فبيقول يعني إن دي وصية لابنها بمناسبة زفافه. يعني ابنها مقبل على الزفاف فبتوصيه بعدة وصايا، فبتقول له: يا ولدي كنت في كنف أمك تهدهدك وتحنو عليك وترعاك وتدعو لك، واليوم أنت في صحبة زوجة اجتهدت في اختيارها، ربما لا تكون كاملة الصفات رائدة في كل المهمات، ولكنها قدر الله الذي قدر لك، والخيرة فيما اختار الله، وأمر المؤمن كله خير، بالمودة والرحمة تدوم الحياة، واعلم أن الرحمة بين الزوجين منحة إلهية ونعمة ربانية لتدوم الحياة وتستقر الأمور. ومن الرحمة بالزوجة مراعاة مشاعرها وتقلبات أحوالها والسعي في خدمتها ومساندتها، وقد كان صلى الله عليه وسلم في خدمة أهله. وقال لك حدد من خلال فهمك الصفة التي تؤكد عليها الأم ودلل عليها بدليلين.
طبعا هنا من خلال قراءتنا تؤكد الأم على صفتين. صفة إيه؟ صفة الرحمة والمودة. صفة إيه؟ صفة الرحمة والمودة. طيب بيقول لي دلل عليها بدليلين، يعني انت هتجيب جملتين يدلوا على الصفات اللي انت قلتها. زي بالظبط نقول ايه؟ نركز: بالمودة والرحمة تدوم الحياة، ده دليل. طب والدليل التاني: اعلم ان الرحمة بين الزوجين منحة إلهية ونعمة ربانية مثلا. يبقى انا كده ذكرت الحاجتين دول وجبت دليل عليهم. بعد كده بيقول لك: وازن بين وصية أم لابنها اللي هي دي اللي احنا ذكرناها وقرأناها دي، وما بين وصية نص قيم الحياة الزوجية. طبعا يا جماعة أنا عندي وصية أم لابنها، طبعا بيقول لك من حيث الفكرة ومن حيث التمهيد. ركز معايا في المكان اللي تحت ده. من حيث الفكرة يعني عايزك تشرح. طيب من حيث الفكرة، من حيث الفكرة الوصية الأولى اللي هي اللي قدامنا دي تمام، تقوم بإعطاء بعض النصائح لابنها المقبل على الزواج. طيب من حيث بقى وصية قيم الحياة الزوجية أمامة بنت الحارث، طبعا كانت الأم تعطي نصائح لابنتها المقبلة على الزواج. ده من حيث الفكر. طب من حيث التمهيد هنقول: كلاهما استعملا التمهيد ولم يدخلا في النصح مباشرة. يعني ايه؟ يعني كل واحد منهم سواء كان النص ده او النص ده استعمل التمهيد، ما دخلش في النصائح على طول، لا، مهد الاول وبعدين نصح. بعد كده بنقول: يا معشر بكر هالك معذور خير من ناج فرور، إن الحذر لا ينجي من القدر، وإن الصبر من أسباب الظفر، المنية خير من الدنية، واستقبال الموت خير من استدباره، والطعن في ثغر النحور أكرم منه في الآدبار والظهور. يا آل بكر قاتلوا فما من المنايا بد. بين الفن النثري الذي تمثله الفقرة السابقة: يا معشر يا معشر يا معشر يا معشر يا معشر، فبيكلم ناس كتير. إذا ده فن الخطبة على طول أو فن الخطب، لأن جمهوره بيكون جمهور عام. طيب واستنتج سمة، عايز سمة واحدة، ممكن تقول له قصر الجمل والفقرات، التنوع بين الأساليب الخبري والإنشائي، وهكذا. هو عايز سمة واحدة. بعد كده برضو ممكن تقول سلامة الفكرة، وضوح المعاني، كل ده ماشي تمام. يلا أعرب ما تحته خط. قال تعالى: وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. بصوا يا جماعة، أنا عندي طفق أهي. أول ما تشوف فعل من أفعال المقاربة والرجاء والشروع تروح تتأكد يا ترى هو فعل ناقص الأول ولا لأ. طب أنا هتأكد إزاي؟ بالرجوع للخبر. فين الخبر؟ يخصفان. لو لقيته فعل مضارع يبقى الفعل ده ناقص. طب فعلا هو فعل مضارع، يبقى طفق ده فعل اهو ناقص بقى خلاص، ماض ناقص ناسخ مبني على الفتح، مبني على الفتح. تمام جدا. طيب وخلي بالك، وألف الاثنين اللي هي المتصلة بيه دي طفقا، ضمير مبني في محل رفع اسم طفقا، في محل رفع اسم طفقا. تمام، لأن اسم طفقة مرفوع، فهنقول في محل رفع اسم طفقة. ماشي. بعد كده بيقول لك: عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب. طبعا أنا عندي عسى اهي وخبرها يكون، فيبقى عسى كده ناقصة، يبقى الكرب على طول اسم عسى مرفوع طبعا بالضم. قال لك: يكون وراءه فرج، أدا يكون أصل الجملة يكون فرج قريب وراءه، فيبقى فرج ده اسم يكون مؤخر، ويبقى وراء ده ظرف مكان منصوب بالفتحة، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. وشبه الجملة اللي هو وراء، تمام، في محل نصب خبر يكون، لأن خبر يكون بيكون منصوب. الله، خبر يكون بيكون منصوب. يلا دخلنا في التقييم رقم 2 الخاص بالأسبوع الرابع. من خطبة سحبان بن ظفر الوئيلي، بيقول إيه يا سيدي: إن الدنيا دار بلاغ والآخرة دار قرار، أيها الناس خذوا من دار ممركم إلى دار مقركم، ولا تهتكوا أستاركم عند من لا تخفى عليه أسراركم،
وأخرجوا من الدنيا قلوبكم أن تخرجوا منها قبل أن تخرج منها أبدانكم، ففيها حييتم ولغيرها خلقتم، إن الرجل إذا هلك قال الناس ما ترك، وقالت الملائكة ما قدم، عمل لنا إيه، عمل لنفسه إيه، فقدموا بعضا يكون لكم ولا تخلفوا كلا يكون عليكم. وقال لك استنتج الرسالة التي ترمي إليها الخطبة السابقة. أول الرسالة هنا تمام هي الأعمال الصالحة الجيدة التي تفيد الإنسان بعد موته، لأنه بيتكلم عن كده يا جماعة. بعد كده بيقول لك وازن بين خطبة سحبان ده ونص قيم الحياة الزوجية من حيث الخصائص الفنية. طيب من حيث الخصائص الفنية، الخطبة دي بدأت بأسلوب خبري، وبعدين أسلوب إنشائي أهو، ده أسلوب إنشائي برضو ده أسلوب إنشائي. تمام. ولغيرها إن الرجل ما ترك وقالت الملائكة فقدموا. تمام، نقدر نقول هنا إنه نوع بين الخبري والإنشائي. تمام، ونقدر نقول برضو قصر الجمل والفقرات وسلامة الأسلوب ووضوح الفكرة وكل الكلام ده، والاعتماد على المحسنات. أمامة بقى نقدر نقول إن هي الإكثار من الأسلوب الإنشائي، لأن كانت عندها أسلوب إنشائي كتير شوية. ونقدر نقول برضو قصر الجمل والفقرات وتنوع والاعتماد على المحسنات ووضوح الأسلوب وكل الكلام ده برضو. يبقى أنا كده وزنت من حيث الخصائص الفنية. بعد كده بيقول لك ميز من خلال فهمك الأبيات نوع التشبيه وسر جماله. بيقول لك وأشد ما لاقيت من ألم الجوى قرب الحبيب وما إليه وصوله. لما تلاقي التشبيه عبارة عن بيتين، فغالبا التشبيه أو غالبا احنا بنتكلم في تشبيه مركب، والتشبيه المركب ده يا إما تشبيه تمثيلي يا إما تشبيه ضمني. حلو جدا. والتشبيه الضمني استحالة يكون فيه أداة تشبيه. تشبيه الضمني استحالة يكون فيه أداة تشبيه. طب ما أنا عندي أداة تشبيه أهي، خلاص يبقى التشبيه تمثيلي. طب أنا عايز أتأكد، هتلاقي عندك شبه جملة بجملة، المشبه به الجملة الأولى وأشد ما لاقيت من ألم الجوى قرب الحبيب وما إليه وصول. طيب والمشبه به العيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. طيب بعد كده بيقول لك حدد المحل الإعرابي لما تحته خط. قال تعالى تكاد تميز من الغيظ، تكاد هي، فيبقى عندي تكاد واسمها ضمير مستتر تقديره هي، ويبقى عندي تميز بقى دي جملة الخبر، يبقى الجملة دي في محل دي جملة خبر كاد، فهتبقى في محل نصب خبر كاد على طول. طب بيقول لك هنا أخذ الطب أن يعالج الأمراض، وبيقول لك صوب الخطأ في الجملتين دول 1 و2. يا جماعة أخذ استحالة الخبر بتاعها يكون مقترن بأن، لأن احنا قلنا إن أفعال الشروع كلها يمتنع اقتران خبرها بأن، يبقى هنشيل أن هنا. طيب ايه الخطأ اللي موجود في الجملة رقم 2؟ كاد اللاعبين، لا، اسم كاد بيكون مرفوع، فهنقول اللاعبون. اسم كاد بيكون مرفوع، وهتسيب يفوزون زي ما هي. تمام عادي، يبقى اسم كاد بيكون ايه؟ مرفوع. يلا التقييم رقم 3 للأسبوع الرابع. تمام، بيقول لك هنا ايه؟ خطبة أبي طالب في زواج النبي صلى الله عليه وسلم. فبيقول الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وذرع إسماعيل، وجعل لنا بلدا حراما وبيتا محجوجا، وجعلنا الحكام على الناس، وإن محمدا ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم ابن أخي لا يوزن به فتى من قريش إلا رجح به، يكون هو أحسن واحد يعني، بركة وفضلا وعدلا ومجدا ونبلا، وإن كان في المال مقلا، فإن المال عارية مسترجعة، وله في خديجة بنت خويلد رغبة، ولها فيه مثل ذلك، وما أردتم من الصداق فعلي، أي فلوس أنا متكفل به. حدد من خلال فهمك للفقرة السمة التي تميز بها العرب ودلل عليها بدليلين. طبعا السمة التي تميز بها العرب هنا إيه؟ سمة العلو طبعا، والشرف، تمام، والتكريم،
طيب الدليل على ذلك ايه؟ ان هنا بص، جعلنا ذرية ابراهيم، جعلهم من نسل ابراهيم وزرع اسماعيل وجعل لنا بلدا حراما وبيتا محجوجا. كل ده دليل على مكانتهم العالية. بعد كده بيقول لك وازن بين خطبة ابي طالب في زواج النبي عليه الصلاة والسلام ونص قيم أمامة بنت الحارث من حيث الفكرة والأسلوب. أنا قلت لك قبل كده من حيث الفكرة عايزك تشرح، واحنا قلنا من حيث الفكرة تدور أو يدور نص قيم الحياة الزوجية حول عدة نصائح من أم لابنتها. أم بتنصح بنتها وهي مقبلة على الزواج. تمام جدا. طب من حيث الفكرة هنا بقى، تمام، عند خطبة أبي طالب تدور الخطبة حول تمام بعض الصفات التي يتصف بها نبي الله، وبعض الصفات التي يتصف بها أهله وقومه. وتتصف برضو أو تدور الخطبة حول طلب الزواج، تمام، طلب الزواج لرسول الله صلى الله عليه وسلم من خديجة بنت خويلد. دي الفكرة عن الشرح، يعني بتقول لي ده بيدور حول ايه وده بيدور حول ايه. طب من حيث بقى الأسلوب، طيب تعال نشوف يعني خبري وإنشائي ولا إيه. طبعا إحنا قايلين من شوية إن قيم الحياة الزوجية يعتمد على الأسلوب الإنشائي. ليه؟ لإثارة الذهن وجذب الانتباه. طب هنا عندي بيقول لي الحمد لله وزرع إسماعيل وجعل لنا وجعل وإن، ما عنديش ولا أسلوب هنا إنشائي خالص. يبقى هنقول الاعتماد، هو بيقول لي من حيث الأسلوب، يبقى هنا نص قيم الحياة الزوجية اعتمد على الأسلوب الإنشائي، أما ده اعتمد على الأسلوب الخبري للتقرير. طيب بعد كده بيقول لك خلاص احنا كده وزننا من حيث الفكرة وكمان من حيث الأسلوب. طيب يلا بينا. بيقول لك ايه؟ قال الشاعر وكأن حامل كأسها إذا قام يجلوها على الندماء، شمس الضحى رقصت فنقت وجهها بدر الدجى بكواكب الجوزاء. قلت لك قبل كده لما تلاقي التشبيه عبارة عن بيتين فيا إما تمثيلي يا إما ضمني، وعندك كأن أداة تشبيه، يبقى التشبيه هنا تشبيه تمثيلي. تمام. طيب عايز سر جماله يبقى سر جمال التشبيه التمثيلي على طول بيكون التوضيح. سر جمال التشبيه التمثيلي بالضمني بيكون التوضيح. وطبعا شبيه لجملة بجملة في وجود الأداة يبقى تمثيلي. طيب في البيت التاني، السؤال التاني بقى بتاع قول الشاعر لا تنكري عطل الكريم من الغنى، ده تشبيه ضمني. يعني بيقول لها ايه؟ بيقول لها ان الانسان الكريم كده كده الفلوس لا تستقر معاه والغنى لا يستقر معه، زي بالظبط الجبل اللي بينزل عليه سيل، تمام، فأعلى حتة في الجبل لا يستقر فيها السيل والماء، بل ينزل الماء إلى الأسفل. فبيشبه نفسه يعني ضمن بأعلى سفح أو أعلى يعني حتة في الجبل. يبقى هنا اتكلم عن فكرة معينة وهي فكرة عدم استقرار الأموال مع الإنسان الكريم، وأكدها بمثال عليها. طيب الفكرة والتأكيد ده بنشوفه في التشبيه الضمني، يبقى ده اسمه تشبيه ضمني. سر جماله برضو التوضيح، لان انا لسه قايل لك من شويه ان سر جمال التشبيه التمثيلي والضمني بيكون التوضيح. بعد كده بيقول لك يوشك من فر من منيته في بعض غراته يوافقها. قال لك حدد خبر الناسخ في البيتين السابقين وبين حكم اقتران خبرها بأن. بص يا سيدي، أدا يوشك ده الفعل حلو. طيب انا يوشك خبرها لازم يبقى ايه؟ اكتبها لك بشكل كبير اهو، لازم يبقى الخبر فعل مضارع. فانا هدور فين الفعل المضارع، فين اهو، يوافقها. يبقى انا عندي يوافقها ده هو الخبر. حلو جدا. طيب بيقول لك حكم اقتران خبرها بأن، لأن انت حافظ ان اوشك عسى واوشك يكثر، يبقى نقول له يكثر. تمام. طيب بعد كده بيقول لك أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا من الحسن حتى كاد أن يتكلم. أدا كاداه، فين الفعل المضارع؟ لأنه عايز الخبر، احنا متفقين
ان خبر كاد واخواتها بيبقى جملة فعلية فعلها مضارع اهو، يبقى ده هو الخبر. كويس جدا، ده هو الخبر، احسنت. طب حكم الاقتران بان ايه؟ ما قلنا يا سيدي كاد وكرب يقل، يبقى انت حافظ الكلام ده، كاد وكرب يقل، يبقى اقول له يقل. بعد كده بيقول لك قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وبعدين ردوها علي فتفق مسحا بالسوق والأعناق. عايز بين المحل الإعرابي لما فوق الخط. بص يا سيدي، لما نلاقي عندنا عسى، تمام، عسى دي لازم يكون قبلها اسم أو بعدها اسم. والله لو بعدها اسم يبقى ده اسمه. طيب لو مفيش بعدها اسم بس جاي قبلها اسم، هقدر أقول إن اسمها ضمير مستتر، والضمير المستتر ده يعود على اللي جاي قبل منه. يعني مثلا لما اجي اقول الطالب عسى ان يذاكر، يبقى اسم عسى في الحالة دي ضمير مستتر تقديره هو عائد على الطالب. طيب لو عسى بقى جاي بعدها اسم يبقى خلاص اسمها. طيب عسى مفيش قبلها اسم، تمام، ومفيش بعدها اسم، ساعتها تقول لي ان عسى تامة. يبقى امتى عسى تكون تامة؟ لو مفيش قبلها اسم ومفيش بعدها اسم، ساعتها تكون تامة، والمصدر المؤول بتاعها على طول بيكون في محل رفع فاعل. طب ايه هو المصدر المؤول ده؟ اللي هو ان والفعل المضارع. يعني لو جاي بعدها ان والفعل المضارع ومفيش قبلها اسم ولا بعدها اسم، يبقى عسى في الحالة دي تقول ان هي تامة، واللي بعدها ده اللي هو ان والفعل المضارع في محل رفع فاعل. بعد كده بيقول لك قال تعالى ردوها علي فتفق مسحا. مسحا فتفق يمسح مسحا، يمسح مسحا، يمسح مسحا، يبقى مسحا دي مفعول مطلق لفعل محذوف. تمام، مفعول مطلق لفعل محذوف. كده بفضل الله خلصنا تقييمات الأسبوع الثالث والرابع.